السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. المؤمن، كلمتنا النهاردة هي مؤمن أو المؤمن. يلا. المؤمن، أولا المؤمن هو اسم من أسماء الله الحسنى، ومعناه من يأمن الناس من عذابه برحمته وعفوه. تاني حاجة، المؤمن هو من يؤمن بالله واليوم الآخر، وده لو كان الاسم يطلق على لما ربنا سبحانه وتعالى أطلقه على البشر. يعني فالإنسان المؤمن هو من يؤمن بالله واليوم الآخر. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيقول في المؤمن قول: المؤمن من آمنه الناس، يعني المؤمن اللي الناس بيؤتمنوه على أنفسهم وعلى مالهم وعلى عرضهم، من سنن ابن ماجه. المؤمن اللي انت ما تخافش تكلمه، ما تخافش تصادقه، ما تخافش انك تخش معاه في جدل، انت مآمن على نفسك معاه. الشخص المؤمن لو انت يعني بتخانق انت وزوجتك، بس هي مأمنة انك انت عمرك ما هتتهور مثلا وتمد ايدك عليها. الابن المؤمن اللي يفضل بار بوالديه. الصديق المؤمن اللي يشد صاحبه لطريق الفلاح، اللي يرشده دايما لطريق ربنا سبحانه وتعالى، اللي يصونه دايما في غيابه وما يتكلمش عليه او ما يطعنوش في ظهره. هو ده الصديق المؤمن، وهو ده الشخص المؤمن. الزوجة المؤمنة او المؤمنة او المؤتمنة، اللي تحافظ على ولادها وعلى بيتها، على اسرار بيتها. زوجها ما يكونش خايف انها تطلع اسرار بيتها بره او تتلهي عن ولادها بشيء. دي زوجة مؤمنة ومؤتمنة. في قصة كده جميلة قوي عن بتحكي ان ابنها كان عصبي شوية، مش بيسمع كلامها بشكل كويس، لحد ما بدأ ينزل دروس في المسجد. ومرة على مرة مع الدروس دي لقيته بقى بيعملهم بحنية، يعني بطريقة غريبة كده، حنية، وبيجيب لاخواته حاجات وهو راجع بيعملهم بكل حنية. حتى لو حد من اخواته زعله او كده بيعملهم برفق وبكل هدوء. يعني هدي كده. فسبحان الله اللي بيهدي قلب الشخص. والأم بتقول لدرجة إن بنتي الصغيرة بقت تقول لأخوها: يا أخي أريد أن أذهب إلى الدرس معك. يعني هي عايزة تروح للدرس اللي هو بيحضره ده، عايزة تشوف إيه اللي خلاه بالهدوء والجمال ده. يمكن هي طفلة مش فاهمة، بس هي شايفة إن أخوها بقى حاجة تانية بسبب إن هو بيروح الدرس ده. الإيمان زي هبة من الله سبحانه وتعالى، الهداية. الإيمان درجة أعلى من الإسلام. الشخص المسلم حاجة، والمؤمن أرفع درجة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. وقال في المؤمن من آمنه الناس، ودي طبعا درجة أعلى. إني أسلم من لسان ويد شخص، يعني هو في حاله وأنا في حالي، لا أذاني بلسانه ولا بإيده، بس إني آمن لشخص، دي ثقة وحاجة كبيرة جدا. فالإيمان أرفع درجة، والإنسان المؤمن أرفع درجات، مش درجة واحدة عند ربنا سبحانه وتعالى وعند رسوله. طبعا التقرب من الله سبحانه وتعالى، ربنا يرزقنا الهداية والإيمان، هو اللي بيخلي الشخص أكتر إيمان. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيقول: إن من شر الناس من اتقاه الناس لشره. يعني أشر شخص في الدنيا اللي الناس تتقي شره، تتقي لسانه، تتقي ايده، عارفين انه شخص فظ، مش محدش يقدر يتجادل معاه او يناقشه. دايما هينتهي معاه الحديث يا اما بكلمة جارحة، يا اما بمد ايد. فده شخص مش مؤتمن ولا مؤمن. ولكن المؤمن كما قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: من آمنه الناس. فربنا يجعلنا من المؤمنين يا رب، ويهدينا ويرزقنا الهداية والإيمان. خليكم دايما الشخص الحنين، الشخص المؤمن اللي الناس تقدر تأتمنه، مش بس تسلم من لسانه ويده. يكونوا استفدتوا، وربنا ينفعني وإياكم. نتقابل بكرة إن شاء الله في كلمة جديدة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.